السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة رمضانكم. فيديو اليوم بنيون بشكل جديد وراقي، نتمنى تجربوه في العيد إن شاء الله. شوفوا الشكل نتاعو يجي بزاف شباب. تبعوا معايا طريقة التحضير. نبداو في تحضير القاعدة تاع البنيون اللي هي الكرامبول. عندي هنا 30 غرام لوز منقي ومرحي، نضيف عليه 30 غرام فارينة و30 غرام زبدة و30 غرام سكر، يعني ناخذ نفس الكمية لجميع المقادير. نخلط كل شيء مع بعض بأصابع اليد كما راكم تشوفوا. نحاول نجمع فقط المكونات، لازم يجي مرمل كيما هكذا، ما لازمش نطمها كيما لاباط سكري ولا لاباط صابلي. نحطوه في سنيوة وندخلوه للفرن 160 درجة لمدة 20 دقيقة مع التحريك المستمر، يعني مرة على مرة نحركوه باش يطيب من كل الجوانب حتى يولي اللون نتاعو ذهبي. هنا بعد ما طاب يولي بهذا الشكل. نحاول نكسر هذوك القطع الكبيرة باش يجيني كامل كيف كيف ونحطو يبرد. دوكا نجيب بول ونحط فيه هذيك الكمية السابقة تاع الكرامبول، ونضيف عليها 40 غرام بخاليني تاع اللوز كنت حضرته مسبقا في البيت، ونضيف عليها ايضا 30 غرام شوكولاتة بيضاء نذوبها في باماغي ولا في الميكرووند. نخلط المكونات ونديرها في مول بهذا الشكل يكون دائري، ونحطها في الثلاجة تتماسك ولا المجمد اذا كنتم مزروبين. لتحضير البنيون عندي هنايا كاس مكسرات واش حبيتو، نضيف عليها كاس بسكوي مرحي وشوية حلوة الترك، شوية ملح القومة، وربع كاس بيستاش مرحي خشين ويكون اختياري. نخلط كل شيء مع بعض ونضيف عليه النيسلي كراميل كنت حضرته انايا في البيت، نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف. نجمع به المكونات حتى تنطم وتولي كيما هكذا. عندي هنايا مول نصف دائري كيما هذا، اذا ما توفرش نقدر نستعمل هذا المول. عندي ثاني فواكه مجففة مثل مشماش، انانا، كيوي، نقطعها رقيقة ونحط في قاع كل دائرة شوية من هذه الفواكه كيما راكم تشاهدوا، وندير فوقها الشوكولا البيضاء. الشوكولا البيضاء ما ضفت لها حتى حاجة. نحاول نمشي الشوكولا ونركز دائما على الاطراف باش كي نجي نحي الحبة ما تتكسرش معايا. نكرر العملية مع انصاف الدوائر اللي بقاو لي كيما راكم تشاهدوا هنايا، ونحاول ما نضغطش من جهة الفواكه باش ما يتباعدوليش على بعضهم ويجي الشكل الخارجي من بعد ماشي شباب. من بعد ندخلها للمجمد حتى تتماسك معايا. هنا بعد ما جمدوا نخرجهم من الثلاجة ونحاول نحي الحبات نتاعي بالعقل باش ما يتكسروش. شوفوا كيف رجعوا. نحطهم في هذا المول لانه من بعد نحتاجه. هنا عندي كراميل بيغ سالي، شوفوا القوام نتاعو يتجعد وحده، وصفة رائعة ننصحكم تجربوها. كنت ديجا حطيت فيديو سابق عليها، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، تقدروا تستعملوا اي كراميل معتمد عندكم. ناخذ هذاك الكراميل ونعمر به كامل انصاف الدوائر تاع الشوكولا البيضاء اللي كنت حضرتهم من قبل. نذوب الشوكولا البيضاء ونضيف عليها نصف ملعقة من ملون احمر خاص بالشوكولا، تقدروا تضيفوا اي ملون اخر. هنا نخلط مليح حتى يذوب كامل الملون. راح نمدلكم استيوس، اذا ما خرج لكمش اللون اللي راكم حابينه ما تبقوش تضيفوا في الملون حتى يخرج وتكثروا الالوان، لا، هنايا روحوا حطوه فوق باماغي ولا دخلوه للميكرووند وخلطوه شويه وعاودوا خرجوه، ومن بعد بقاو تخلطوا فيه حتى كامل يتجانس اللون
مع الشوكولا، وراح يمدلكم لون رائع. نمشي شوكولا نتاعي في المول ونحاول دايما نركز على الاطراف، ندخلها للمجمد حتى تتماسك. بعد ما جمدت الشوكولا نحاول نحيها غير بالعقل. نجيب البنيون اللي كنت حضرته من قبل ونعمر به كامل الحبات. هنا نجيب انصاف الشوكولا البيضاء اللي كنت عمرتهم بالكراميل بور سالي، ونلصقهم مع انصاف الشوكولا اللي لونتها باللون الاحمر وعمرتها بالبنيون. نلصق كل وحده مع اختها ونحطهم في صحن. ملاحظه، اذا ما لصقتلكمش تقدروا تديروا شويه شوكولا فوق البنيون وتلصقوها مع النصف الثاني. شوفوا القاعدة اللي كنت خدمتها من قبل بالكريمبول بعد ما جمدت. نحط شوية من الشوكولا البيضاء فوق القاعدة نتاعي، ومن بعد نحط البنيون كيما راكم تشاهدوا بهذه الطريقة. دوكا بالكيوردون مشي كامل الجلوكوز على حواف البنيون، ومن بعد نحط الورق الذهبي عليه من الفوق باش يلصق. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله يكون نال إعجابكم. في أمان الله.